عليكم ورحمة الله وبركاته، ولادي وصحابي في كل مكان. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وخير وسعادة. النهاردة أول يوم رمضان هنعمل صينية كنافة بالقشطة. احنا معانا هنا نص كيلو كنافة، معايا هنا بندق وفستق وعين جمل ولوز، مكسراهم بالشكل ده كده، وكوباية سمنة، ومعانا القشطة 4 كوبايات لبن و4 معالق نشا و4 معالق سكر وورقة فانيليا، ورفعتهم على النار ادوني القوام زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين وكل بلدنا كده يا رب على طول طيبة وبخير. احنا كده في كوباية السمنة حطيت هنا كده على الزبدة على الكنافة، وهحط هنا برضو ادهن الصينية نفس الحوار كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى يا رب كده الطريقة دي تكون عاجباكم، جربوها. الكنافة دي كانت بايتة عندي من امبارح بالشكل ده كده. لازم نغرق كده الكنافة بالسمنة. بتحبوا السمنة البلدي شغال، مش بتحبوا السمنة البلدي ممكن السمنة العادية خالص، العلب دي عادي خالص بالشكل ده كده. شايفين؟ اوزعهم كويس. اي صينية عندك بقى 30 40 50 اي حاجة، ما تربطيش نفسك بحاجة معينة، صينية معينة، اي صينية هتطلع لك الحاجة من ايدك زي العسل واحسن من الجاهز 100 مرة. ربنا يرزق الجميع، بس احنا لما بنعمل حاجتنا في البيت توفير، واحنا دلوقتي لازم نوفر وتطلع حاجتنا حلوة وزي العسل زي ما احنا شايفين كده. شايفين المنظر؟ واضغط عليها كده بايدي. انا قبل ما ابتدي في الكنافه ولعت على الشربات، حطيت 4 كوبايات سكر و4 كوبايات ميه ونص ليمونه، وحطيتهم على النار عشان ما اطولش بس عليكم الفيديو. كده الطبقه كده الطبقه دي هنعمل ايه؟ هنيجي هنا وننزل القشطه بالشكل ده. ريحة القشطة بالفانيليا بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة تحفة تحفة. سهلة جدا. انت عشان تشتريها من بره هتجيبيها غالية. احنا بنعمل حاجتنا في البيت وهتطلع زي العسل. ربنا يعيدها علينا وعليكم يا رب بالخير والسعادة، وعلى ولادكم ويحفظ ولادكم من كل شر وكل سوء زي ما احنا شايفين. اوزع بقى الكنافة كده، ما تخافيش لو طلعت لبره شوية مش اشكال، سهلة ما تخافيش. اوزع كده. شايفين كده؟ انا وزعت القشطة بالشكل ده كده. هنجيب المكسرات ايا كانت، حتى لو فول سوداني يعني برضو مش شرط يكون فستق وبندق وعين جمل، مش مهم، اي مكسرات عندك حلو. ولو ما فيش مكسرات كمان القشطه كفايه كده هتبقى تحفه تحفه تحفه. نحاول كده بقى نعطر في الاول. احنا شايفين نحط هنا على الطرف في الاول كده. طبعا الكنافه غرقانه في السمنه، مش هنحط سمنه تاني. شايفين؟ نحط هنا على الطرف في الاول كده. الكنافة غرقانة في السمنة، مش هنحط سمنة تاني.
سهلة جدا جدا ومش مكلفة، وعلى قد ايدك في بيتك هتعملي احلى كنافة بالقشطة في بيتك لولادك وتفرحيهم زي ما احنا شايفين كده. حاجة زي العسل هنسويها اهو. وانا مولعة البوتاجاز برضو الفرن، مولعة من تحت الاول عشان تتحمر كويس من تحت. بعد كده هولع الشواية واحطها تحت الشواية، مش هتاخد وقت. والشربات عشان يطلع مظبوط 4 كوبايات مية مع 4 كوبايات سكر وعصرة ليمونة بس، مش اكتر ولا اقل، لان احنا حطينا في القشطة الفانيليا. هدخلها الفرن وهطلعها اوريها لكم ان شاء الله. وكده الكنافة استوت زي ما احنا شايفين. وهذا الشربات بسم الله الرحمن الرحيم. هخلي جنبي بس من غير شربات عشان توته العسولة ومية حبيبة قلبي مبيحبوش الشربات زي ما احنا شايفين كده. وهطلعها لكم واوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القشطة تحفة، شايفين جميلة قوي، بس هي عشان سخنة لسه ما مسكتش شوية. ايه رأيكم؟ ما شاء الله، الله اكبر. حاجة كده زي العسل ومش مكلفة وتكاليفها من البيت، مفيش اي شيء. اتمنى بالقشطه دي تكون عجبتكم وتجربوها، وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم الطريقه وطعمها زي العسل وريحتها تحفه. وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه واصحابنا واولادنا طيبين وبصحه وخير وسعاده يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.